لو سألت أي حد بدأ صناعة محتوى إيه أصعب حاجة في صناعة المحتوى، غالباً هيقولك البداية. ممكن يكون في بالك إنك علشان تبدأ لازم كاميرا خرافية ومايك احترافي وإضاءة رهيبة. رقم 1 ابدأ بأي حاجة. رقم 2 اعمل أول فيديو. رقم 3 ركز على الفكرة. رقم 4 اهتم بالصورة المصغرة. رقم 5 افهم المشاهد. سادس حاجة وأخيراً حلل الأرقام. المشكلة إن النصايح على الإنترنت كتير جدا، بس مفيش حد بيديك خريطة تمشي عليها أو بيقولك خطوات تمشي عليها علشان تكون ماشي صح. ممكن يكون في بالك إنك علشان تبدأ لازم كاميرا خرافية ومايك احترافي وإضاءة رهيبة، لأني كنت فاكر كده قبل ما أبدأ، ولكن اكتشفت إن كل ده ملوش علاقة بالبداية في صناعة المحتوى. فلو عايز فعلا تبدأ صناعة محتوى هقولك على ال6 خطوات تمشي عليهم وهيختصروا عليك شهور من التخبيط، ودي الخطوات اللي أنا ماشي بيها دلوقتي. أول غلطة أي حد بيبدأ في صناعة المحتوى بيبقى عايز يعملها إنه بيستنى يجيب كاميرا احترافية وإضاءة كويسة ومايك غالي، بس الحقيقة إنك مهما عملت ومهما جبت عمرك ما هتبقى جاهز أبداً. تقدر تبدأ بالحاجات اللي موجودة معاك دلوقتي، أو لو حتى معاك موبايل بس تقدر تبدأ بيه، وبعد كده تبدأ بعد كل فيديو تعمله إنك تطور حاجة بسيطة جدا في الفيديو. بعد فترة قليلة خالص هتلاقي نفسك اتطورت جدا. في البداية دي أحسن حاجة ممكن تعملها، لأن الجودة في البداية مش مهمة قوي. حتى بص لمعظم الناس اللي بيعملوا محتوى دلوقتي على فيديوهاتهم القديمة، هتلاقي الدنيا عندهم ما كانتش أحسن حاجة كجودة يعني. علشان كده في البداية ركز إن أفكارك تكون قوية بحيث تجذب أكبر عدد من المتابعين، وبعد كده تبدأ تطور الجودة واحدة واحدة. أول فيديو هتعمله كده كده هيبقى سيء، وده طبيعي جدا. يعني عندك أنا مثلا لما صورت أول فيديو ما كنتش جاهز خالص، ولكن اكتشفت حاجة مهمة جدا، وهي إن أول فيديو ده ما بيكونش للمتابعين اللي بيتابعوك أصلا. أول فيديو ده بيكون ليك أنت، لأن الهدف منه إنك تكسر حاجز البداية، وكمان علشان يبقى حطيت نفسك في التزام وتقدر تستمر وتكمل إن شاء الله. بعد أول فيديو هتعمله هتبدأ تسأل نفسك السؤال المهم: يا ترى إيه هي فكرة الفيديو اللي جاي؟ ناس كتير بتركز على جودة التصوير وإزاي هتطلع بشكل كويس قدام الكاميرا، وبتنسى أهم حاجة في صناعة المحتوى: الفكرة القوية ممكن تخلي أي فيديو حتى لو متصور بالموبايل إنه يتشاف ويتسمع للآخر، لكن ممكن فيديو متصور في استوديو احترافي وبأدوات احترافية جدا ولكن فكرته ضعيفة، فمحدش هيكمل معاك الفيديو. وطبعا الأفكار كتير جدا، وانت بتفضل تدور لحد ما تلاقي الأفكار المناسبة لقناتك واللي تقدر توظفها صح في القناة بتاعتك. عندك مثلا الفيديو اللي جاب عندي أكبر عدد مشاهدات كان مجرد فيديو تجربة، تقدر تشوفه، هسيبهولك في الآي هنا أو هسيبهولك في الوصف عادي. بعد بقى ما بدأت أنزل فيديوهات اكتشفت حاجة خطيرة جدا: الناس أصلا ممكن ما تشوفش الفيديو بتاعك. والله زي ما بقولك كده. والمشكلة هنا مش في شكل المحتوى ولا في نوع المحتوى، المشكلة في الصورة المصغرة، لأن الصورة المصغرة هي الإعلان للفيديو بتاعك أو البرومو للفيديو بتاعك، فلو البرومو أو الإعلان ضعيف محدش هيتفرج على الفيلم من الآخر يعني. علشان كده لازم تقدر تعمل صور مصغرة جذابة جدا وتشد المتابعين إنهم يضغطوا عليها ويدخلوا يشوفوا الفيديو بتاعك، لأن لو الصورة المصغرة زي ما قلنا وحشة محدش هيشوف الفيديو بتاعك أصلا من الأساس. وأنا عملت لك فيديو كامل إزاي تقدر تعمل صورة مصغرة من الصفر لو ما تعرفش أي حاجة، وبالموبايل بس بالاي اي. تقدر تشوفه من الاي هنا أو هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف. طيب ظبطنا كل اللي فات ده وظبطنا كل حاجة والمشاهد دخل فعلا وضغط على الفيديو بتاعك، هل المشاهد هيكمل الفيديو بتاعك للآخر؟ ده السؤال اللي تسأله لنفسك. وهنا اكتشفت حاجة تانية مهمة جدا: المشاهد ما بيدخلش بس علشان يتعلم، المشاهد لما بيدخل الفيديو علشان يكمله لازم يحس بحاجة في الفيديو، يحس بفضول، يحس بتوتر، يحس ان في قصة هو محتاج يكملها للآخر. من الآخر كده الفيديو بتاعك لو ما فيهوش إحساس يوصل للمتابع مش هيكمل معاك الفيديو وهيهرب منك. المرحلة الأخيرة بقى واللي في ناس كتير بتخاف منها وبتكون السبب في إنها توقف صناعة محتوى: الأرقام مثلا زي المشاهدات، زي نسبة الضغط للظهور اللي هي بتبقى على الصورة المصغرة، نسبة الضغط على الصورة المصغرة بالنسبة للظهور، وكمان متوسط مدة المشاهدة. الأرقام دي سلاح ذو حدين، لو ركزت معاها صح وإنك تحللها وتشوف إيه الغلط وتصلح منه ده حد كويس جدا. أما بقى لو بصيت لها من ناحية إنك عايز دايما تبقى أرقامك عالية جدا وتبص لها من ناحية إن أرقامك دي دايما قليلة ومدخلك في حالة اكتئاب، ففي الحالة دي الأرقام هتبقى عدوك، وما انصحكش تعمل كده
أبدا. لو الدنيا لسه مش متظبطة معاك في الأرقام، وده طبيعي جدا في البداية بالمناسبة، فحاول دايما تفهم الأرقام صح وتطور من نفسك بناء عليها. وانا ان شاء الله في المستقبل هعمل فيديو ازاي تقدر تحلل ارقامك بطريقة صح وتفهم كل رقم بيعبر عن ايه. لو هتبدأ في صناعة المحتوى النهاردة وعايز خريطة تمشي عليها فعلا، تعال أقولك تعمل إيه. رقم 1، ابدأ بأي حاجة. مش لازم تفضل مستني أدوات ومعدات غالية جدا علشان تبدأ. ابدأ باللي متاح معاك دلوقتي، وكل فيديو تعمله حاول تطور حاجة لو بسيطة جدا، وده فعلا هيفرق معاك بعد فترة قليلة جدا. رقم 2، اعمل أول فيديو. أول فيديو ده هو كسر الحاجز بينك وبين البداية في صناعة المحتوى، وهو فعلا أهم حاجة في الرحلة كلها. فأنا من رأيي إنك تعمل أول فيديو وتنزله علشان تدبس نفسك في إنك تكمل إن شاء الله. رقم 3، ركز على الفكرة. الفكرة أهم من المعدات والجودة، وأهم من الفيديو بتاعك نفسه. الفكرة أهم حاجة، أنت من غير الفكرة ملكش قيمة. رقم 4، اهتم بالصورة المصغرة. الصورة المصغرة هي اللي هتخلي الفيديو بتاعك يتشاف من الأساس، فلو الصورة المصغرة بتاعتك مش قد كده، ممكن الفيديو بتاعك لو هو أحسن حاجة في الدنيا محدش يشوفه أصلا. فركز واهتم بالصورة المصغرة. رقم 5، افهم المشاهد. ما تبقاش ممل، وحاول تتعلم ازاي تتكلم قدام الكاميرا علشان ما تخليش اللي بيتفرج عليك عايز يقلب الفيديو بأي طريقة وخلاص. فحاول تتعلم ازاي تتكلم قدام الكاميرا، وانا عامل لك فيديو تقدر تشوفه هيسهل معاك الدنيا شوية. سادس حاجة واخيرا، حلل الارقام. بعيدا عن رأيك في المحتوى بتاعك، الارقام دايما بتقول لك الحقيقة، تقول لك المحتوى بتاعك محتاج ايه فعلا، فاكيد هي اللي هتوجهك صح وهتعرفك الصح من الغلط، وايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملوش. صناعة المحتوى مش سر كبير، هي مجرد تجربة. بتجيلك فكرة بتجربها وتبدأ تنشرها، وبعد ما تنشرها بتشوف النتيجة بتاعتها وتبدأ تطور من نفسك بناء على النتيجة دي. وده بالظبط اللي أنا بعمله هنا قدامكم، ودلوقتي بعمله خطوة بخطوة. لو أنت أول مرة تشوفني ووصلت لحد هنا، يا ريت تشترك في القناة علشان نكمل الرحلة دي سوا وننجح مع بعض إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.